أهلا بيكم في رسائل المنام. النهاردة معانا حلم جديد جالنا من متابعة على صفحة رسائل المنام على الإنستجرام. خلينا نبدأ ونسمع الحلم. المتابعة بتقول: أختي حلمت بالحلم ده بعد ما عملت استخارة بنية الزواج وعايزة تفسره، وقالت كمان: أنا عايزة أعرف ليه أنا كنت موجودة في الحلم، ليه كنت مشاركة معاها. حلمت بأسد كان صوته عالي وبيخبط على الشبابيك وبيخوف، بس لما دخل البيت بقى أليف وهادي. وشفت واحد شبه محمد وكان عايز يقرب مني، بس أنا رجعته ومرضتش عليه عشان كنت عارفة إنه مش محمد الأصلي. بعد كده شفت سلال تراب وبديت أنبش في التراب بإيدي وطلعت علبة هدايا، ولما فتحتها لقيت فيها خاتم دبلة وكان شكله دائري ولفت نظري كتير. وأختي كمان كانت موجودة ونبشت في السلة التانية وطلعت كمان علبة هدايا وفيها أساور. وفي الآخر وصل الخبر لمحمد ولقيت نفسي في بيت أهله وهم بيخبوني عندهم وبيحموني. طبعا اسمه محمد، الشخص اللي عملت استخارة عشانه. طيب، تعالوا دلوقتي نشوف الرموز الموجودة في الحلم وإيه تفسير الحلم. أولاً، الأسد في الحلم. صوت الأسد العالي والخوف اللي كان في الأول بيدل على قوة الشخص أو الموقف اللي أختك بتفكر فيه، أو القلق قبل ما تاخد قرار. لما الأسد دخل البيت وبقى أليف وهادي، ده معناه إن الأمور اللي كانت مخيفة هتبقى تحت السيطرة، وإن النية صافية، وإن الخطر المتوقع مش هيحصل. الأسد غالباً بيرمز للراجل اللي أختك بتفكر فيه، اللي هو محمد، أو الشخصية المؤثرة في حياتها. الشخص اللي شبه محمد وعايز يقرب منك وإنتي رفضتيه لأنه مش الأصلي، ده بيشير لقدرتك على التمييز بين الصادق والزائف. وكمان وجودك هنا بيرمز لدورك كمساندة ومراقبة لأختك، كأنك حماية أو دليل ليها. الحلم بيعكس علاقتكم القريبة ودورك في حياتها كشخص موثوق تشاركيه خطواتها المهمة. السلال والبحث في التراب. السلال مليانة بالتراب والبحث عنها بيرمز لاكتشاف القيمة بين اللي مخفي في الحياة. العلب اللي فيها هدايا بتشير لفرحة جاية وربما ارتباط ورغبات مشروعة. الخاتم الدائري عادةً بيرمز للارتباط الرسمي أو الجواز والاكتمال. وجودك في الحلم وانتي بتكتشفي الهدايا بيوضح إنك كنتي مشاركة كدعم، وممكن كرمز للبركة أو الحماية ليها في الخطوة دي. بيت أهله وحمايتك من أهله. دخول بيت أهله والشعور بالحماية بيعكس الاستقبال الحلو والدعم من العيلة والشعور بالأمان لما تاخد خطوة الجواز. رسالة حلمك بتقول إن الحلم إيجابي جداً وبيشير لفرص جواز مستقرة ونوايا صافية من الطرف التاني، وحماية من ربنا ومن اللي حواليها. وجودك في الحلم بيؤكد أهمية دورك في حياة أختك كداعم ومرشد، وممكن كرمز للبركة أو الحماية ليها في الخطوة دي. الرموز: الأسد، السلال، الهدايا، الخاتم، كلها بتشير للخير والوضوح بعد فترة من القلق أو التردد، والقدرة على التمييز بين اللي صادق واللي زائف. والله أعلم. لو الحلم قريب من اللي اتقال في التفسير ده، اكتبيلي في الكومنتات تحت الفيديو. واللي عنده حلم محيره أو متكرر يشاركه برضه في الكومنتات بالتفصيل، يمكن تفسير صغير يبدل إحساسك ويطمنك. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتستنوا تفسير حلم جديد من رسائل المنام.